رفضت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم طلب النادي الإسماعيلي بنقل مباراته المقبلة أمام نادي الاتحاد السكندري إلى استاد هيئة قناة السويس بدلا من استاد السلام بالقاهرة، وذلك في ضوء حرصها على تطبيق اللوائح. وكان النادي الإسماعيلي قد تقدم بطلب للرابطة للسماح له بخوض المباراة المقبلة أمام نادي الاتحاد السكندري على استاد هيئة قناة السويس، وذلك بعد حل أزمة الديون المتراكمة التي كانت تمنعه من اللعب عليه. ويأتي هذا الطلب في ظل استمرار منع النادي الإسماعيلي من اللعب على ملعبه الأساسي. وجاء رفض رابطة الأندية لطلب الإسماعيلي بسبب ضيق الوقت، حيث أن موعد المباراة يتبقى عليه 3 أيام فقط، في حين تنص لائحة الرابطة على ضرورة تقديم طلبات تغيير الملاعب قبل موعد المباراة ب10 أيام على الأقل.